ازاي تتعاملي مع برود وتجاهل رجل برج الجدي؟ وفي الحقيقة رجل الجدي طبعا زي ما انا اتكلمت في فيديوهات قبل كده وقلت ان هو برج من الابراج الترابية اللي بيشغل عقله كتير جدا اكتر من قلبه، يعني بيدي لعقله 80% وبيدي لقلبه 20% تفكير فقط. فاحنا بناء على اسلوب التفكير ده هنتعامل معاه. بفكركم لو اي حد عنده اي استشارة عاطفية، عنده مشكلة مع حبيبه، مش عارف يتصرف مع حبيبه ازاي، حبيبه سابه، اي حاجة حصلت، اي مشكلة ما بينك وما بين جوزك، اي حاجة، تقدري تتواصلي معايا هنا على الانستجرام وتحجزي معايا استشارة. الاستشارة بتكون مكالمة، انا اللي بكلمك بنفسي. الاستشارة بتكون مكالمة مدفوعة الاجر، بتكلميني، المكالمة بتكون ساعة ونص، تحكي لي مشكلتك ومنها هقولك على خطوات ونصايح تمشي عليها بالظبط عشان تحلي مشكلتك العاطفية. مش بس كده، انا بتابعك لمدة اسبوع بعد المكالمة عشان اطمن عليك واشوف ان كل حاجة ماشية صح. يلا بينا نروح على راجل برج الجدي اللي مجنن البنات. يلا بينا. معاكم هدير. راجل برج الجدي من الابراج الصعبة في التعامل، ده حقيقي. يعني الابراج الصعبة انا بقول عليها صعبة، زي الدلو صعب، الجدي صعب، العقرب صعب. مين تاني من الابراج صعبة؟ دول اكتر الابراج الصعبة اللي انت ممكن تتعاملي معاهم، اللي انت بتشغلي معاهم. الثور صعب، العذراء صعب. في ابراج كده معينة، يعني عارفين النوع اللي هو ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب. لازم ان انت تخلي بالك من كل حاجة انت بتعمليها، عشان كل حركة انت بتعمليها بيكون ليها رد فعل او بتسمع عند الطرف التاني، فبيقعد يحلل ويقعد يفكر، لا دي عملت كده عشان كده، لا دي كذا، دي بتخون، دي بتعمل، دي بتسوي. فلازم تخلي بالك من كل حركة انت بتعمليها وكل كلمة انت بتطلعيها من بقك. فراجل برج الجدي من الابراج اللي بتقعد تفكر كتير وبتحلل كتير وبتقعد تستشف مواقف وحاجات كتير جدا، فدماغه 24 ساعة شغالة. وما تفتكروش ان هو شخص غبي، بالعكس هو شخص ذكي جدا 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 جدا، بس اللي بيهمه في الاول وفي الاخير مصلحته. راجل برج الجدي رجل بتاع مصلحته، تمام. وطبعا زي ما انتم متعودين عليا ان انا واحدة صريحة، دي قناتي. ممكن ان انا انتقد، ممكن ان انا اقول عيوب، عادي، كل انسان فيه عيوب، انا فيا عيوب، الدنيا كلها فيها عيوب، تمام. فمش عيب ان انا اقول عيوب في شخص او في شخصية برج او في حد معين، عادي جدا يا جماعة. عشان بس يعني محدش يزعل ويقعد يقول لي انتي وانتي وانتي والهبل اللي انا بشوفه في الكومنتات ده، تمام. راجل برج الجدي من الابراج المصلحجية، تتسم او تتحط تحت بند المصلحجية. يحبوا مصلحتهم جدا، ماديين جدا، اوكي، يحبوا الفلوس ويحبوا المادة. راجل برج الجدي من الابراج اللي بيعرف ازاي يعمل فلوس، ودي حاجة تحسب له، يعني دي حاجة من الحاجات الحلوة اللي فيه، ان هو بيعرف ازاي يكون صاحب مشروع. بصوا كده على اي حد جدي حواليكم من الرجالة، والاناث برضو، انثى الجدي برضو خطيرة، تحب الفلوس وبتعرف ازاي تعمل الفلوس. والجدي عامة بيحب يكون ليه بيزنس، هتلاقي عنده ما شاء الله الفلوس بالنسبة له مش مشكلة. هتلاقيه صاحب مشروع، صاحب بيزنس، صاحب حاجة، صاحب شيء معين، صاحب شركة، تمام. فهو ماديا بيكون كويس، بس دايما بيسعى ان هو يزود اكتر واكتر. شخصية طموحة جدا 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 جدا، ودي حاجة حلوة. عشان كده راجل برج الجدي يحب الانثى الطموحة اللي زيه، اوكي. يعني لو انتي واحدة ما وراكيش لا شغلة ولا مشغلة وقاعدة في البيت، ومفيش في حياتك غير المانيكير والصالون والمش عارفة ايه، وصاحبتي دي اتكلمت عليا ودي اتكلمت عليا ودي معرفش بتعمل ايه، وكل دماغك فاضية، الجدي هيتف عليكي ومش هيبصلك. ممكن يعجب بشكلك في الاول وينجذب لك في الاول عشان بس يكتشفك، بس بعد كده لما يلاقيكي فاضية من جوه هيرميكي في اقرب سلة زبالة. مهما كنتي حلوة، خدي بالك، مش دايما الحلاوة وجمال المرأة الخارجي، مش دايما دي الحاجة اللي بتشد الراجل. بجد انا بتكلم بجد،
مش دايما، ممكن تكون مارلين مونرو ولا مونرو مارلين مونرو. اوكي. و... ويجي يقرب منها يلاقيها مزة وكل حاجة، بس يجي يخش جواها كده كدماغ وشخصية، يلاقيها فاضية، يلاقيها فيستك، ولا عندها دماغ، وغبية، وبيضحك عليها، وهبلة في نفسها، وما عندهاش طموح، والدنيا بايظة معاها، وشخصيتها ضعيفة، وكلمة توديها وكلمة تجيبها. كل الحاجات دي ما يحبهاش الراجل الجدي في الأنثى. فبناء عليه لما بيلاقي الحاجات دي وبيكتشفها، وزي ما انا قلت في اول الفيديو ان هو شخص بيقعد يحلل على طول على طول على طول على طول، بيبدأ ان هو ايه، يقول لا، البت دي ما تنفعش معايا. اذا اول حاجة بيعجب بيها راجل البرج الجدي في الانثى، تمام، شكلك يكون حلو، يعجب بيكي بعينيكي، بنظرتك، بكاريزمتك، بضحكتك، الحاجات دي في الاول بس، يعني يعني الدخله، شكلك يكون حلو ومهتميه بنفسك، ويحب البنت الرشيقه اللي مهتمه بجسمها والجيم والحاجات دي كلها، برضو يحبها جدا جدا جدا. وبعدين بقى جوه بقى دماغك عامله ازاي. تمام. طيب امتى راجل برج الجدي يتجاهل ويبدأ يتبارد عليكي ويبدأ يحس بالملل ويبدأ يتخنق منك ويحس ان انتي مش الشخص اللي عايزة اكمل معاه، او يفشكل او يعمل اي حركة عشان يتلكك عشان يقلب الترابيزة؟ ليه؟ علشان مع ان ده مش موضوع الفيديو، بس هقولها لكم برضو عشان تكونوا فاهمين. انا بحب ان انا اجيب الموضوع من جواه كده، من جوه. راجل برج الجدي بيحصل كده لما يلاقيكي بدأتي تتكبري عليه، بدأتي تاخدي جنب كده وتسعي عليه وتحوري عليه وتكدبي عليه وتتنططي عليه وتبدأي ان انتي شخصيتك تقوى عليه. راجل الجدي معروف عنه ان هو شخصية قوية، ويحب ان هو اللي يدير، وهو القائد، وهو اللي يقول، وهو اللي يمشي، ويحب يحس ان انتي بتقولي له حاضر والطيب ونعم مش عارفة ايه. بيحب الأنوثة. خدي بالك، انت ممكن تخلي راجل الجدي خاتم في صباعك بذكاء، ان انت تديله برستيجه قدام الناس. يا باشا انت الامر الناهي، انت حبيبي، وانت بس بكلمة منك وبنظرة منك اقعد واقوم واقف واعمل كل حاجة اللي انت عايزها، بس بيني وبينك بقى هغسلك عادي جدا. بس اهم حاجة راجل برج الجدي بيخاف جدا على شكله ومنظره قدام الناس، والموضوع ده ما فيهوش كلام. شكله ومنظره قدام الناس هو ده، يعني انتي لازم تحترميه جدا، ولازم الناس تحس ان انتي السيد معاكي، قاعد معاكي بنظرة كده تفهميه، يبصلك البصة تقعدي تقفي قدام الناس. لكن لما تبقوا مع بعضيكوا بقى خلاص، اعملي انتي عايزاه. عايزة تغسليه، عايزة تقطعيه، عايزة تبهدليه، اعملي اللي انتي عايزاه، حقك. الله، قولي له انت يعني ما انت مخليني قدام الناس بدون شخصيه. حقي بقى ان انا اعمل معاك اللي انا عايزاه بقى، يعني حقي ان انا افرض مش افرض، اتناقش او اقول لك اللي جوايا، او انفجر، او حاجات زي كده. تمام. فتخلي بالك جدا جدا من شكله قدام الناس. والحاجه دي على فكره هشيلها لك، حته ان انت ما تحبيش انك تكسفيه، ما تحبيش ان انت تقولي عيوبه، ما تحبيش انت. على فكره هو اوكي بيضحك وبيهزر وكل حاجه، بس برضو في حاجات كده بيشيلها جواه. راجل برج الجدي من الابراج اللي بتعبي، الموضوع ده مهم جدا. بيعبي 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 وما بينساش، ومن الناس اللي بتقعد تركز في التفاصيل قوي. ولو حصل اي موقف مش كويس او بيحس ان الموقف دوت بيقلل منه، هتلاقيه بدأ ان هو ياخد جنب كده، وبدأ يبقى رخم ودمه تقيل وخد جنب منك وعمل، يعني بصي هتلاقي منه وش وحش جدا، لان الجدي فعلا ليه وش وحش جدا جدا جدا. والاحسن لك ان انت ما تشوفيهوش. ايه هو الوش ده؟ وش التجاهل والبرود. لما يتجاهلك ويتبرد عليكي، سيبيه، سيبيه. انا بقولك سيبيه، سيبيه لحد ما يهدى خالص. سيبيه. اسيبه قد ايه هدير؟ تسيبيه من اسبوع لاسبوعين، من اسبوع لاسبوعين،
من بعد الاسبوعين تبداي تنكشيه. ده في حالة لو انت اللي غلطانه. اوعي تروحي تقفي قدام الجدي لما بيكون متعصب، او لما بيكون غيران، او لما يحصل موقف مش كويس، او لما يعاتبك، او لما يزعق، او لما يتعصب. اوعي، ممنوع في حياتك ان انت تقفي قدامه. ليه؟ لان الابراج الترابية زي الجدي والثور والعذراء، الابراج دي في عصبيتها بتبقى مش في وعيها، وممكن يتخذوا قرارات مرة واحدة كده، يروحوا يلوشوا وينطحوا. تعرفين طبعا الجدي القرون، تمام؟ فلما بيجي بينطح خلاص هي النطحة، هينطح مش هيسمي. اوكي؟ النطح بتاع الجدي دوت لما بيجي بيتعصب بتبقى بلا رجعة، يعني خلاص هو بيكون جاب اخره وعمال يعبي 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 يعبي، والتعبية دي بتبقى مش حلوة خالص. فخلاص بقى بياخد موقف وهوبا يروح شايطك، فهتلاقيه بقى يتبارد. اول لما يبدأ يتبارد معاكي اعرفي ان هو خلاص كده فقد الشغف معاكي. فانت تبدأي بقى تعملي ستوب، بوز، تسكتي، اقفلي بقك. حتة انك انتي تروحي تبعتي له مسج تملي فيها صفحة الواتساب او ايا كان بتتكلموا فين، وتبدأي تملي الصفحة كلام: وانت اتغيرت عليا، وانا ايه بالنسبة لك، هو انت ما كنتش كده معايا، هو انا ايه، هو انت عم تعمل معايا كده ليه، هو انت فاكرني ايه، والشغل بقى اللي هو الصعبانيات اللي انت بتقعدي تعمليها مع راجل الجدي ده. انا عايزه اقولك على معلومه: راجل برج الجدي مش عايزه اقولك ما عندوش قلب، بس هو ما بيخلش عليه الحركات دي. من الاخر، حته ان انا هو انت كده، انت كداب، انت ضحكت عليا، انت خدت بعضك ومشيت وسبتني بعد ما وعدتني، انا بجد انا غلطانه، انا مش عارفه ايه الهبل اللي بتقعدي تقوليه ده، ولا هيفرق. بصي مش هيحرك فيه شعرايه خالص. هيسيبك بكل قلب قاسي، وهيسيبك بطريقه بجد هتتوجعي فيها بطريقه وحشه جدا، هتلاقيه قاسي معاكي. فالحل الوحيد عشان تتعاملي مع برود وتجاهل راجل برج الجدي انك انت تسيبيه، متعمليش اي رد فعل. اول لما تلاقيه بدأ يتجاهلك ويتبرد عليكي ارجعي خطوتين لورا، انت كمان اتجاهلي وتبردي عليه. ليه؟ احنا رد فعل، احنا ولا فعل، ولا بنروح نعاتب، ولا بنروح نزعق، ولا بنروح نتكلم، ولا اي حاجة. هو عارف هو بيعمل ايه كويس جدا. فانتي ما ينفعش ان انتي تروحي تلفتي نظره ان انت متغير عليا. طب ما هو عارف ان هو متغير عليكي، ما هو عارف ان هو متغير عليكي، هو عارف ده، هو عارف ان انا متغير عليكي، وعارف ان انتي، عارف ان هو بيعاملك باسلوب حقير ووحش. هو عارف، انتي هتعرفيه ايه؟ فخلاص مادام هو عارف يبقى انتي اطلعي منها، ابعدي. مش انت بتعاملني بطريقه وحشه على اساس ان انا هرضخ بقى وهقول لك ليه وتتذلي عشان هو عايز يوصلك لنقطه الذل. خدوا بالكم، راجل الجدي وراجل الدلو الاتنين ورا بعض. وانا قلت ايه قبل كده عن راجل برج الدلو؟ راجل برج الدلو من الابراج اللي بتتلذذ باذلال المراه، يحب يرقع المراه، يتمزج قوي. فراجل برج الجدي والدلو ورا بعض، فلو شريكك واخد من برج الدلو، يعني لو هو العشرية التالتة من برج الدلو، يعني آخر 10 أيام من برج الجدي، لو هو في آخر 10 أيام من برج الجدي يبقى هو برج مهجن، يبقى هو جدي دلو، يبقى هو فيه الطبع ده، طبع إذلال المرأة. لكن لو هو جدي بيور في نص، في ال10 أيام اللي في النص من برج الجدي، يبقى يواش يواش تمام حلو. لو هو في اول 10 ايام من برج الجدي اللي هو العشرية الاولى، اللي هو مهجن من القوس، من البرج اللي قبليه، هتلاقيه مجنون بقى وقلبه ابيض فاهمين ان هو يطلع وينزل على ما فيش، وعصبي وحاجات. في صفات كده من القوس هتلاقيها نطة في الاول 10 ايام من الجدي، وفي صفات من الدلو هتلاقوها نطة في اخر 10 ايام، اللي مولودين في اخر 10 ايام من الجدي. والجدي البيور بقى اللي هو بيكون واخد
الجدي، صفات الجدي نفسها اللي هم مولودين في النص، في العشرة اللي هم اللي هو العشرة التانيين، العشرة رقم 2، يعني الشهر 30 يوم، تمام. ال30 بيتقسموا ل3 عشرات، 10 أول 10، تاني 10، تالت 10. ال10 الأولانيين مع القوس، ال10 الأخرانيين مع الدلو، واخدين من صفات الدلو. ال10 اللي في النص جدي بيور صريح. فعلى حسب انتي بقى وقعتي مع انهي جدي من انهي عشرية. فانتي لو كنتي وقعتي مع الجدي اللي هو اخر الجدي، اخر 10 ايام من الجدي، يبقى هو واخد من صفات الدلو، يبقى هو كده من النوع اللي بيعشق اذلال للمرأة، اللي هو بيضغط عليكي علشان تروحي تتذللي له وتقولي له لا انا بحبك ما تسيبنيش، انا بموت فيك، انت ليه عملت فيا كده، وتقعدي تزني على ودانه، وهو هيبقى بكل قلب قاسي هيدوس عليكي بالجزمة، وده بالنسبة له مزاج، وكأنه يعني بيشرب كوباية شاي كده. ما توصليش نفسك للمرحلة دي، اوعي، لان في الاول وفي الاخر راجل برج الجدي بيعشق الانثى اللي عندها كرامة. اي راجل في الدنيا يحب الانثى اللي عندها كرامة. انت لو بدون كرامة الراجل هيدوس عليك، وفي الاخر مش هيعبرك ومش هيتجوزك، وهيشوفك واحدة رخيصة. طول ما انت عندك كرامة، واثقة من نفسك وعارفة قيمة نفسك، خلاص انت مش عايزني، او افعالك بتدل ان انت مش عايزني وبتتجاهلني والموضوع بالنسبة لي يعني شايفة نفسك. اول لما تحسي ان انت بقيتي تقيلة عليه، اول ما تحسي نفسك ان انت يعني ما بيردش عليكي، بيرد عليكي بعد 3 ايام ولا بعد اسبوع، الهبل ده كله يا جماعة مش كويس. دي علامات بتدل اللي هو مش عايزك، مش عايزك. تعرفين الجدي ده لما بيحب واحدة بجد، بقى عايزها بجد، بيرد في ثانيتها، في ثانية الا ثانية هتلاقي المسج حاضرة، لان هو من طبعه الموبايل ما بيفرقش ايده، حتى بيخش بالموبايل الحمام، تخيلوا. فانت يعني كل الاوقات الموبايل في ايدك، فهو لما يشوف المسج بتاعتك ويتجاهلك باليوم واليومين والتلاتة والاربعة والعشرة، ده معناه ايه؟ جو بقى لوحدكم الحوار ده معناها ان انا بقيت تقيلة عليه. يجي يبص على المسج كده اللي انت بعتها، وانت فين، اوف بقى مش هرد عليكي، يروح منفضلك. هل انت ترضي بالاسلوب ده؟ فليه يا حبيبتي من الاول مهما وصلت درجة الحب معاكي بينك وبينه هو انسان مش كويس، خلاص مع السلامة. انا واحدة واثقة من نفسي جدا، انا واحدة ما بحبش ان انا اتعامل المعاملة دي، خلاص انت مش عايزني يا ابن الحلال، مع السلامة، كل واحد يروح حاله، وانا هدور على شخص جديد اشوفه وارتبط بيه، حد عايزني بجد بقى مش زيك. هو ده. غير كده اشتري نفسك وشوفي نفسك، ولو في مجال ان انت تتكلمي معاه هيبقى كويس. حتة الكلام هو اصلا ما بيسيبش، يعني مشكلته ان راجل الجدي في حاجة، مشكلته ان هو يحب ان هو كلامه يمشي، كلامه يمشي. يعني ايه كلامه يمشي؟ يعني هو السيد قوي في نفسه، ديكتاتور. عارفين الشخصية الديكتاتورية؟ هو ده راجل برج الجدي. لازم كلامي يمشي، لازم تسمعي الكلام، ما ينفعش تعندي قصادي، لما اقولك على حاجة تنفذيها. هو ده راجل برج الجدي. فهو لو جه اتكلم معاكي في حاجات ما ينفعش انك انت تنفذيها له، ما تنفذيهالوش لو وقف على ايده ورجله. يعني مثلا زي ايه؟ زي مثلا لو هيتكلم معاكي في كلام قلة ادب، لو اتكلم معاكي في كلام قلة ادب، لا ما عنديش انا الكلام ده، انا مش كده خالص، انت رقم غلط، ما ينفعش تتكلمش معايا ابدا في الحاجات دي، انا مش واحدة جايبها من الشارع، ما ينفعش. ليه ما نتكلمش معاه في الحاجات دي؟ لان راجل برج الجدي بيحب يتكلم عن الحاجات دي. فنخلي بالنا من نفسنا ونرفض، عشان برج الجدي من الابراج اللي بتعمل اختبارات للانثى، خصوصا لو هيدخل معاكي رسمي، لو هو شايف ان انتي واحدة من البنات اللي انا هتجوزها، لو داخل معاكي جواز هيختبرك. ومن ضمن الاختبارات اللي هيختبرها لك
ان هو هيدخل معاكي في الكلام الشمال وقلة الادب، وحضرتك وهيزن، خدي بالك هيزن. ولو زن عليكي وانتي رحتي اوكي ماشي هصور لك دلوقتي صورة بهدوء الداخلية ما عنديش مشكلة، بس هي صورة واحدة بس، هيقولك هي صورة واحدة بس. تروحي مصورة نفسك وشايفها، هيقولك طب ما تصوري لي صورة كمان. الصورة هتجر صورة، الصورة هتجر صورة، الصورة هتجر حركة، الحركة هيجر فيديو، الفيديو هيجر بقى علاقة على التليفون وحاجات مش كويسة. طبعا انتوا عارفين وفاهمين قوي انا بتكلم على ايه. وانس ان انتي عملتي معاه كده، اعرفي ان علاقتك بيه خلاص. لو انتي فاهمة او حاطة في دماغك ان هو هيتجوزك، شيلي الموضوع ده من دماغك خالص خالص خالص. ليه؟ لانك انت اديتيله الحاجة قبل ما يدفع فيها، قبل ما يتجوزك، قبل ما يعني انا غالية. والواحد لما يروح يشتري حاجة الماس او جوهرة او خاتم الماظ، هل بياخده ببلاش؟ اكيد مش بياخده ببلاش. الخاتم ده عشان هو غالي قوي فبيدفع فيه دم قلبه. فانتي خاتم الماس او انتي حتة ماسة او الماظة، ينفع ان انتي تهيبيله نفسك كده ببلاش؟ لا، لازم ان هو يدفع دم قلبه عليكي. مش لازم فلوس، لازم ان هو يعمل مجهود. هنا بقى الفلوس بتترجم للمجهود. تعمل مجهود عشاني، وريني انت هتعمل عشاني ايه، سواء بالهدايا، سواء بالاهتمام، سواء ان انت توريني ان انا واحدة اهمك، سواء ان انت ما تنفضليش، سواء ان انت تحترمني وتقدرني. حاجات كتير قوي 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 هتبين قيمتك كجوهرة او كماسة قدامه. عشان كده ما تبيعيش نفسك لراجل الجدي، لانك انت لو بعتي نفسك في الاول بس هتبقي اوكي تمام، هتستمتعي بوقتك بس ده المدة قصيرة قوي، بعد كده هيديكي بيك جزمة وساعتها مش هتصدقي. هو ده الجدي اللي كان رسم لي الدنيا اشجار والوان وزهور والكلام ده، مش هتصدقي لما هيجي يقلب عليك هيبقى عامل ازاي. عشان كده تلحقي نفسك من الاول خالص وتعرفي نفسك انت ايه. الكلام ده تقولي لنفسك انا استحق، تعمل مجهود عشان يا بابا عشان تكسبني. انت هتعمل ايه عشاني؟ انا مستنيه اشوف بس. فراجل الجدي لما يتجاهلك ويتبارد عليكي زي ما قلت، احنا ما نعملش اي حاجه خالص، تاخدي جنب وتمشي. لو انتي غلطانه، لو انتي اللي غلطانه هتروحي تعتذري له، وهي مره. الاعتذار بيكون مره يا جماعه. شوف انا خبطت في مره يا جماعه، ما تجننونيش، لان انا بشوف حاجات في الاستشارات يقشعر لها الابدان. وحياة ربنا انا بشوف حاجات في الاستشارات العاطفيه اللي بتجيني، ربنا يعلم انا بشوف ايه. الاعتذار بيكون مره لو انتي اللي غلطانه، انا اسفه او حقك عليا معلش ما تزعلش، انا عارفه ان انا غلطانه في الموقف الفلاني، بس انت عارف ان احنا كلنا بنغلط. انت عارف ان انا واحده يعني مش بفكر في الفعل قبل ما بقوم بيه. انا عارفه ان انت هتسامحني عشان احنا اللي بينا مش قليل. كلمتين كده وخلاص واقلبي. هي رساله 3 سطور بالكتير قوي. لما يضربك الدم ما ردش عليكي وعمل سين وما ردش، خلاص انت عملتي اللي عليكي، خلاص اقفلي. بعدها بعد المسج دي هتلاقيه مثلا بعدها بشهرين 3 4 بعد 6 شهور هتلاقيه دخل كلمك قالك هاي ازيك عامله ايه. ده امتى بقى؟ ده بعد ما تبصي لنفسك وتبداي تموف اون منه وتبداي تحلوي وتبداي تبصي لنفسك، هتلاقيه بدأ يخش يكلمك تاني. ساعتها حضرتك مش بتكوني بمزاجه، ساعتها تجيني بقى وتاخدي معاه استشاره واقولك تعملي ايه بالظبط عشان تربيه. تجيني وتاخدي معاه استشاره عاطفيه واقولك ازاي تربيه صح عشان يعرف قيمتك. لكن انك انت ترجعي له ويرجع يخونك تاني او يرجع يعمل نفس الحركات تاني، فانت صحيح انت اللي تستاهلي.
انت اديتيله فرصه ان انت ترجعي له كده بدون اي مقدمات، والموضوع بالنسبه لك خلاص بدون ما يجيب لك هديه جامده ولا اي حاجه، خلاص الموضوع فينش. فاتمنى ان انتوا تقدروا نفسكم وتحبوا نفسكم. وراجل الجدي مش من الابراج الصعبه قوي، هو صعب بس دماغك اشتغلت معاه خلاص، انت كده عرفتي تتعاملي معاه. هتتعاملي بقلبك معاه، وهتتعاملي بسجيتك زي ما بيقولوا، وعبطك وهبلك وطيبتك، هتخسري كتير قوي. فلازم ان انت تكوني ذكيه وبتتعاملي معاه بعقلك مش بقلبك. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، ومتنسوش بقى اللايك والسبسكرايب. وكان معاكم هدير.